السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة قلبك مع ربك. النهاردة عندنا موضوع شيق جدا وجميل، وكمان معظم الناس بتعاني منه الفترة دي، بسبب بقى الظروف اللي الناس بتعيشها، غلاء الأسعار، حاجات كتير جدا. ايه هي الحاجة دي؟ هي الطاقة السلبية. ازاي يا جماعة اعرف ان اللي انا فيه ده سببه طاقة سلبية؟ ازاي اعرف ان بيتي بيوجد فيه طاقة سلبية؟ ازاي اعرف ان جسدي فيه طاقة سلبية؟ اولا، في بعض المؤشرات بتوضح لينا ان في طاقة سلبية منتشرة في المنزل. من ضمن الحاجات دي بيبقى الشعور دايما بعدم الارتياح طول ما انا موجود في البيت. ان انا دايما عايز اخرج من البيت، بمعنى ادق مش طايق اقعد في البيت. طول ما انا في البيت عايز اقعد لوحدي، ولو قعدت لوحدي احس دايما باضطرابات نفسية، احس بحالة من البكاء، حاسس بضيق في صدري، في شكوى كتير من اللي حواليا ومني، مش قادرة اتحمل متاعب البيت، في مشاكل كتيرة مش قادرة اتحمل، مسؤولية الولاد، عدم الشعور بالراحة طول ما انا قاعد في البيت، عدم الرغبة في الجلوس مع افراد الاسرة، وحاجات تانية كتير جدا سلبية. طيب اعمل ايه عشان اطرد الطاقة السلبية دي من بيتي وكمان من جسدي واتخلص منها؟ قبل اي شيء وقبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش تذكروا اسم الله في التعليقات. اولا واهم نقطة هي طاعة الله عز وجل. طاعة ربنا سبحانه وتعالى بتجعل الإنسان دايما سعيد ومتفائل، بيشعر بالبهجة في كل مكان. طاعة ربنا بتبعدك عن الاكتئاب. فلو كان انت لديك اي عادات لا قدر الله سيئة او ذنوب مداوم عليها، حاول ان انت تتخلص منها. تب الى الله. حتى ولو حاولت وفشلت ما تيأسي، كل مرة تسقط فيها قم من جديد، وحاول انك تتخلص من اي عادة سيئة او ذنب. بمجرد انك تتوب لله توبة نصوحة وتعود اليه سبحانه وتعالى، هتشعر بالسعادة والراحة والطمأنينة. التخلص من اي طاقة سلبية بتبقى في جسمك. يبقى اول حاجة واهمها، وقبل ما نصحح اي شيء في حياتنا، لازم نصحح علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. نستبدل العادات السيئة بعادات تانية تكون جميلة، زي مثلا قراءة القرآن، الصلاة، الصلاة في المسجد على اوقاتها. دي طبعا هتكون اول خطوة في الطريق الصحيح. الخطوة اللي بعديها يا جماعة هي القراءة. القراءة بتساعد الإنسان دايما على المعرفة، بتديك نظرة مختلفة للحياة، لأن أحيانا الجهل بيكون سبب للتشاؤم والنظرة السلبية للحياة. ببقى قاعد في وسط الناس أنا مش عارف هما بيقولوا إيه. القراءة هتساعدنا على ده. بعد كده بيرجع لست البيت بقى، هو ترتيب البيت. ترتيب البيت بيخلي الإنسان عنده طاقة إيجابية، عنده شعور دايما بالسعادة طول اليوم. حاولي انت تغيري من ديكور بيتك مهما كان عفش بيتك قليل، مساحة بيتك صغيرة، ده ملوش علاقة خالص بالترتيب. بعد كده حاولي ان انت تعودي اولادك وتعودي نفسك على اول ما تقومي من النوم ان انت ترتبي السرير، ترتبي سرير اوضه نومك، ترتبي بيتك من حواليكي. تهتمي دايما بمدخل البيت، دخلة البيت كده تحاولي انت تحطي فيها مراية في دخلة البيت، او شوية زهور من الفواحة المنعشة اللي بنشوفها وبنشمها دي. بعد كده ان احنا لازم، اعزكم الله، باب الحمام ده يكون مقفول دايما، سواء كان في غرفة النوم او في الصالة الرئيسية، لان ده برضو بيمنح طاقة سلبية في البيت. بعد كده نحاول ان احنا نفتح شبابيك بيتنا، ده بيؤدي لتحسين المزاج بشكل كبير جدا، وان احنا نخرج من الحالة السيئة اللي احنا فيها. لان من خلال فتح الشبابيك بنحس ان احنا بنتخلص من الميكروبات المتواجدة في البيت، بنغير الهواء بمعنى اصح. كمان ان احنا نتخلص من الاشياء الغير ضرورية في المنزل، لان ده وجودها بيؤدي لخلق اجواء من الطاقة السلبية. فنحدد يوم يا جماعة نتخلص من الاشياء المتراكمة دي الغير ضرورية، لو كانت حتى بحالة جيدة. لو كانت بحالة جيدة يفضل ان احنا نتبرع بيها عشان حتى ناخد اجر وثواب عليها. زي مثلا لو عندنا بعض الملابس اللي بتكون بحالة كويسة، صغرت مثلا على اولادنا او ضيقت علينا، فاكيد ممكن تفيد غيرنا. من ضمن الاشياء برضو اللي بتخلق طاقة ايجابية في البيت هو تزيين البيت. الاول اتكلمنا على ترتيبه، دلوقتي بنتكلم على تزيين البيت. تزيين البيت ده ليه دور فعال في ادخال الطاقة الايجابية في البيت. كمان مضاعفة الاضاءة بصورة مبهجة بيؤدي برضو لخلق طاقة ايجابية في البيت. وبالنسبة لي بقى انا، يا سلام بقى لو خرجت يوم كده في الاسبوع، قضيت وقت في الطبيعة. بعد كده حاولي دايما تتجنبوا
الأشخاص السلبيين، لأن الأشخاص دي بيكونوا مصدر للتشاؤم والاكتئاب. دايما بيحبوا يزرعوا في الناس اللي حواليهم بذرة يأس وفشل عشان تبقى زيهم وما تتقدمش ولا خطوة في حياتك. الأفضل إن أنت تبحث عن أصدقاء إيجابيين طموحين بيسعوا للنجاح. الناس دي حاول تتواصل معاهم وتتحدث معاهم، لأنهم هيغيروا نظرتك للحياة. كمان السفر والخروج من الروتين اليومي ده بيجدد طاقتك. المشي السريع من أبرز التمارين طبعا الرياضية البسيطة اللي ممكن تخلصنا من التوتر وبتساعدنا على الهدوء. كل دي أمور هتساعدنا بإذن الله على التخلص من الطاقة السلبية. وللحديث بقية إن شاء الله في آخر حديثنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تنسونا من صالح الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يقولون القول ويستمعون فيتبعون أحسنه. شكرا جدا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.